السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وفي اتم الصحه والعافيه. رجعت لكم فيديو جديد وقضيه جديده. القضيه ديال اليوم قبل ما ندخلوا في تفاصيلها واطوارها بغيت نعرف اخباركم. طمنوني عليكم في التعاليق، كي غادي مع رمضان وفين وصلتوا في القران الكريم، واش ختمتوه ولا مازال، واش من حزب وصلتوا ليه. تخيل معايا تمشي تزور الانسانه اللي رباتك من صغرك، المرأة اللي هزاتك وانت يتيم وكبراتك في حضنها بحال ولدها، وتدخل عندها لدارها وتلقى قدامك منظر ما يتمناه حتى شي انسان. القضيه ديال اليوم وقعت سنه 2004 في واحد الدوار قريب لمدينه تماره. بطله القصه هي ام فاطمه، سيده مسنه عندها تقريبا 72 عام، امراه معروفه بالناس بالخير والنيه الصافيه، وجهها ديما منور والناس كاملين كيحترموها. توفى الزوج ديالها وخلى ليها ورث كتير من اراضي فلاحيه، ديور، فلوس في البنك وكذلك ذهب. امي فاطمه ربي ما غيكتبش ليها الذريه، ولكن الحياه عوضاتها بطريقه اخرى. الاخت ديالها غتموت وخلات ليها 3 ديال الولاد صغار يتامى. امي فاطمه ما خلاتهمش يضيعوا، شداتهم عندها، رباتهم، قراتهم وكبراتهم حتى ولاو رجال. خصوصا ولد الاخت الوسطاني واللي الاسم ديالو خالد وفي العمر ديالو 27 عام. هاد الولد بالضبط كان هو الاقرب لقلبها، عاش معاها سنين طويله في الدار وكانت كتشوف فيه العكاز ديال شيخوختها. ولكن كما كيقول المثل، دوام الحال من المحال. خالد غيكبر ولات حياته عباره عن سهرات وشراب وسير واجي مع العيالات، وهاد الطريق العوجه خلاته يتعرف على وحده اللي عندها سوابق عدليه ومشاكل كثيره في الدوار، وكانت معروفه انها كتمتهن الدعاره. خالد غيدخل معاها في علاقه، بغاها من قلبه ونوى معاها الزواج، الشيء اللي غيخليه يفاتح خالته وغيقول ليها تمشي معايا وتخطبيها ليا. امي فاطمه بحكم التجربه ديالها وخوفها عليه وقفات في وجه الزواج وقالت ليه: اولدي، هاد البنت ما غتدخلش لدارنا، راها ما صالحاش ليك. شوف لك شي بنت الناس اللي تصونك وتخاف عليك، وانا غنكبر بيك ونوقف معاك ونحمر لك وجهك وندير لك اكبر عراسيه. كلمه بسيطه واعتراض طبيعي من سيده ربات ولد وخايفه عليه، ولكن كانوا هما الشراره اللي غادي تشعل مأساة كبيره. في واحد الصباح بكري خالد جا باش يزور خالته، غيوصل للدار دق في الباب والو، عاود دق مره اخرى ما غيلقى حتى جواب. القلب ديالو بدا كيضرب بجد، احساس غريب غيدخل ليه. دار دوره ورا الدار وشاف السور ديال لاكور اللي كان عالي، مشى جاب سلو من عند الجيران، سندو فوق السور وطلع فوقه باش ينقز لداخل. غير حط رجليه في الارض حتى خرج منه غوات هستيري اللي غيهز الدوار كامل. بدا كيغوت وكيبكي: امي فاطمه، امي فاطمه تقتلات، عتق الروح. الدوار غيتقلب والجيران كلهم تجمعوا، وواحد منهم غيشد الطوموبيل ديالو ومشى مباشره لمركز الدرك الملكي القريب من مدينه تماره وغيعلمهم بالجريمه. وما دازت حتى مده قصيره حتى وصلت الدوريه ديال الدرك الملكي. الدراكين فور وصولهم غيدخلوا الدار بحذر، غيطوقوا الدار وبدات المعاينه الاوليه لمسرح الجريمه. المنظر اللي شافوه كان جد صادم. امي فاطمه كانت مرميه وسط الصالون غارقه في بركه كبيره ديال الدم والاثار باينه. السيده كانت مذبوحه بطريقه وحشيه والدار كامله كانت مقلوبه، البلاكارات محلولين، مجوره مجبودين، والوراق مرميين في الارض، والحوايج كلهم باهدلين. كلشي كان كيبان بحال عمليه سرقه وتحولات لجريمه قتل. الدرك غيبداو المعاينه بدقه، من تصوير مسرح الجريمه، تحديد اثار الدم، تفتيش الدار كامله، والبحث على بصمات او اثار اقتحام او دليل مادي يقدر يكون خلاه الجاني موراه. لكن الملاحظات الاولى كانت غريبه بزاف. الشراجم كاملين كان فيهم البرياج ومسدودين وما كاين حتى شي اثار ديال الكسر. السور كان عالي وما فيه حتى شي اثار ديال التسلق الا في البلاصه اللي نقز منها خالد واللي هو ولد الاخت. رجال الدرك غيتصلوا بالاسعاف اللي غتجي وتهز الجثه لمستودع الاموات باش يشوفها الطبيب الشرعي ويحدد اسباب الوفاه.
الصدمة الكبيرة واللغز اللي حير الدرك الملكي هو في وسط التحقيق. خالد غيقول واحد الجملة اللي خلى الدركيين يوقفوا لحظة. قال لهم انا فاش نقصت من الصور مشيت نجري باش نحل باب الجيران، ولكن غلقاه مسدود بالزكروم ومن الداخل. الدرك مشاو باش يتحققوا بروسهم وفعلا غيلقاو الباب مسدود بالزكروم من الداخل. وهنا بدا اللغز الحقيقي، كيفاش القاتل دخل الدار قتل الضحية قلب الدار على الفلوس وخرج، وفي نفس الوقت الباب مسدود من الداخل. واش القاتل طار؟ واش القاتل تبخر؟ الدرك بقاو ساعات كيعاودوا في المعاينة، غيقلبوا على اي تفصيل صغير، ولكن اللغز بقى محير. دازت ايام قليله، تقرير الطبيب الشرعي غيخرج وغيأكد ان الوفاه ديال الضحيه كانت بسبب طعنات على مستوى الكليه ديالها. خداو تصريح العائله بالدفن ودفنوا امي فاطمه ودارت ليها جنازه كبيره اللي حضروا فيها العائله الجيران وحتى المعارف. وفي وسط العزاء جا واحد السيد اللي كان معروف بالمنطقه بانه مدير وكاله بنكيه وصديق قديم العائله، جا باش يعزي خوت خالد. وفي وسط الهضره ديالو قال جمله عاديه ولكن كانت بحال القنبله اللي غتفجر كلشي. قال لهم الله يصبركم، حتى خوكم خالد مسكين باين عليه مبرزط. البارح جا عندي البنك وجاب لي لاكارت كيشي ديال المرحومه وبغى يجبد الفلوس، وقال لي اعطيني الكود ديالها حيت محتاجين المصاريف. في ديك اللحظه الخوت غيجمدوا في بلاصتهم والفكره ضربات مباشره لراسهم. كيفاش الدار قلبوا الدار كامله وما لقاو لا كارت كيشي لا فلوس ولا حتى وثيقه؟ منين جات عنده هو؟ وعلاش مشى للبنك وخالته مازال الدم ديالها سخون؟ في ديك اللحظه كانت بدايه سقوط القناع. الخوت ما خباوش هادشي وما فكروش انهم يحميو خوهم، بالعكس مشاو مباشره وبلغوا الدرك الملكي وعاودوا ليهم اشنو سمعوا بالتفصيل. الدرك جابوا خالد للتحقيق. في الاول بدا كيبكي وكينكر في كل شيء، ولكن فجا مدير البنك وشهد عليه وواجهه وزاد الضغط ديال المحققين خصوصا على القضيه ديال الزكروم. الراجل غينهار وطاح في الارض وقال الجمله اللي فضحت كل شيء. خالد قال لهم انا اللي قتلتها، وفي اعترافات وصرح بغيت نتزوج بصاحبتي وخالتي رفضت تسكننا معاها في الدار. الشيطان وسوس ليا فكره جهنميه، الا ماتت خالتي غادي نورث في الدار وغناخذ الفلوس ونعيش معاها كيف ما بغيت. وبما ان السارو ديال الدار كان عنده حيت عاش سنين طويله تما، دخل في الليل ولقى امي فاطمه ناعسه ما غيحنش فيها، ذبحها بدم بارد وهي ضعيفه وما قادراش تدافع على راسها، وزاد كذلك طعنها بزاف ديال الطعنات. من بعد غيقلب الدار غيلقى شويه ديال الفلوس، غيهز الذهب والوثائق ولا كارت كيشي، غيخرج عادي وسد الباب بساروت. وفي الصباح رجع باش يمثل المسرحيه ديال اكتشاف الجثه. هو اللي كتب على الدرك الملكي وقال لهم انني لقيت الزكروم مسدود باش يوهمهم ان القاتل دخل من السطح ولا هرب بطريقه غامضه، لكن طمع معاه والمصيبه ما قدرش يصبر، مشى للبنك قبل حتى ما تبرد الجريمه، وهذا التسرع كان هو الغلطه القاتله. الدرك غيجمعوا الادله وغيتحال الملف على المحكمه. الحكم كان جد قاسي، خالد غيتحكم عليه بالمؤبد، قتل المرأة اللي رباته بحال ولدها باش يعيش نزوة عابرة، باع رضا الله وخالته وكرامته بالحبس والعار طول العمر. العبرة كاين مثل كيقول كاين اللي كياكل من خيرك وفي نفس الوقت كيحفر لك قبرك. الطمع كيعمي البصيرة، والجريمة مهما كانت محبوكة ربي كيعريها بتفصيل صغير، مرة كلمة، مرة غلطة، ومرة طمع زايد. الله يرحم امي فاطمه. حتى لهنا الاحداث اللي عندي في هذه القصه غتكون سالات. نشوفكم فيديو جديد وقضيه جديده، خليت لكم الراحه.